السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلقات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. دي ان شاء الله الخلطة السحرية هنعمل بيها اي دهون، من على السيراميك، من على البوتاجاز، في الحوض، على الحنفيات. بجد روعة. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناة ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايب ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناة. بجد الوصفة دي بجد روعة ومش مكلفاني اي حاجة. عاملينها من العجينه الخام بقوه البرتقال اللي كنا عاملينه في الفيديو اللي فات. بجد روعه. انا هجرب معاكم، هغسل الازاز بتاع البوتاجاز. لحظه واحده بس، هجيب السلك. اهو يا حبايبي، ده الازاز بتاع البوتاجاز فيه دهون كتير. تمام، هجيب العجينه اهي وهجيب حته سلك. تمام، وهعملها كمان على الناشف، مش هحط عليها ميه ولا حاجه. اهو هتعصيها جامد. لحظه واحده. اهو يا حبايبي. تمام، وهبتدي. هي الدهون بس مش واضحه على الازاز. هو بصوا، وفي في زيوت في حاجه، في زيوت عليه كده. هبتدي كده ادعك. ممكن تعصيه كله كده بالعجينه وبعدين تدعكي. اهو بحط تاني. روعه بجد بجد. اي دهون بقى عندك اعمليها على الحيطان السيراميك، على السيراميك ادعكي، هتطلع لك في لحظه. بصوا يا حبايبي، انا دعكته كله كده زي ما انتم شايفين. اهي. تمام، بصوا بتطلع كل الدهون زي ما انتم شايفين كده. بصوا الدهون بتطلع ازاي. بجد روعه، بجد في النظافه تحفه. بصوا بقى عامل ازاي. بصوا الفوطه طلعت كل، بصوا الدهون اللي فيه. بجد تحفه. شوفوا بقى عامل ازاي، ما بقاش فيه دهون زي الاول. تحفه بجد. لو واضح قدامكم، انا مش عارفه واضح بقى قدامكم ولا لا. اهو انا مقربه الكاميرا خالص. ايه رايكم بقى يا حبايبي بعد ما عملت الازاز بتاع البوتاجاز؟ ممكن برضو كمان تغسلي الاستانلس بتاع البوتاجاز، وتغسلي كمان الحوض. بجد تحفه. والحنفيات السيراميك هيخليك تحفه. مش عارفه بقى هي الكاميرا موضحه ولا لا، بس ايه رايكم؟ تحفه بجد. اهو شلنا كل الدهون. روعه بجد بكل سهوله. يا ريت تجربوها، تحفه بجد. حلوه قوي قوي. والمكونات بتاعتها بسيطه. يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. ان شاء الله يا حبايبي هنعمل وصفه جميله جدا جدا لاصعب الدهون، اللي على البوتاجاز، اللي على الشفاط، في اي مكان بقى، على الحيطان، على السيراميك، في اي مكان. دي العجينه الخام اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات. العجينه الخام بقوه الليمون. بصوا جاهزه معايا. طبعا انا هعمل بيها وصفه برضو تعملي بيها اي حاجه للموظفات. جميله جدا. بس قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا حاطه كده حوالي 3 4 معالق كبار. تمام. دي خميره اهي. تمام، وهنقلب كويس. بصوا يا حبايبي، انا جبت المضرب كده وقلبتها كويس زي ما انتم شايفين. يبقى الوصفه بتاعتنا يا حبايبي، حطيت 4 معالق من العجينه الخام بقوه الليمون اللي عملتها معاكم امبارح في الفيديو اللي فات. طبعا العجينه دي هتعملي بيها اي حاجه انت عاوزاها في المنظفات. وحطيت اللي هي الخميره بتاعت المعجنات اهي. ده كان بايظه عندي. انا عندي كذا حاجه، واحده كده بايظه، فقلت بدل ما ارميهم اعمل بيهم وصفات. تحفه بجد، وهتعملي بيها احلى وصفه. عندي، انت لو عندك خل ابيض حطي حوالي كده معلقتين. انا ما كانش عندي خل ابيض فحطيت خل تفاح اهو. تمام، نحط كده حوالي معلقتين اهو. حطي كده حوالي 3 اهو. تمام جدا. هقلبها كويس اهو يا حبايبي. بعد ما قلبتها كويس، طبعا انت عايزه تزودي الكميه مفيش اي مشكله. اهي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقت شكلها عامل ازاي. انا عايزه اوريكم شكلها. بصوا اهي، جميله جدا جدا. هتقضي لك على اصعب الدهون. بجد الوصفه دي جميله جدا ومش مكلفانا حاجه. احنا عملنا بالعجينه اللي كنا عاملينها، ما حطيناش غير الخميره، وحطينا معلقتين خل، معلقتين 3 خل كده. حطي خل ابيض بجد حلو جدا في التنظيف كمان.
ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ الوصفه ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا جدا. كده احنا خلصنا الوصفه خالص. انت لو عاوزه تزودي لها اي حاجه تانية براحتك خالص، ما فيش اي مشكله. بس كده الوصفه روعه. يعني تعجب. لو السيراميك بقى عليه دهون اعمليه، الحوض، الحنفيات، البوتاجاز. انا في اول الفيديو ان شاء الله هغسل معاكم اي حاجه عشان اوريكم عامل ازاي. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي ما تنسوش باللايكات. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ شوفوا تحفه بجد، روعه. عملنا بجد احلى وصفه ان شاء الله تنول اعجابكم. ومش مكلفين حاجه ومش مكلفين حاجه خالص، بسيطه جدا جدا. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه اكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.